نداء إلى كل السادة البروكرز والبروبرتي كونسلتنتس وموظفين البنوك والمحاميين وأي مهنة لها تعامل مباشر مع المصريين في الخارج. أرجو من حضراتكم إن حضراتكم تراعوا ربنا في اللي بتقولوه للناس دي. الحقيقة إن كلامي مش معمم لكل الفئات اللي أنا بتكلم عليها، كلامي محدد لكام واحد في كل شغلانة من اللي أنا قلته، لأن هم للأسف هم اللي بيعكوا الباقيين. للأسف على مدار كام سنة فاتت لقيت أنا وغيري كم نون ريزيدنت ايجيبشنز أو مصريين مقيمين في الخارج بيشتكوا باختصار كده إن هم لبسوا، ولبسوا هنا مش بمعنى لبسوا بمعنى لبسوا. اللي لبس لبسة محترمة في حاجة تخص الريل استيت مع ديفلوبر تعبان، أو لبس في وحدة عقارية ريسيل بسعر مبالغ فيه جدا وطبعا عشان هو ما يعرفش ومش قاعد هنا، أو حتى لبس في بانكينج برودكت أو منتج بنكي غير مناسب ليه تماما. والله المصريين في الخارج مش مطبعة فلوس، المصريين في الخارج ناس تعبت واتغربت عشان تفضل عايشة وتوصل لهدف محدد هو أو هي معرفوش يوصلوا له في بلدهم لأيا كان السبب. وانا بقول لأيا كان السبب عشان الناس ما تاخدنيش في حتة تانية. عشان تتعامل مع أيا كان الشخص، سواء مصري مقيم في الخارج او ضيف من ضيوف مصر قاعد عندك هنا، ارجوك خد بالك من كل نصيحة انت بتقولها له، وراعي ربنا في شغلك وفي الكلام اللي انت بتقوله، عشان من الاخر كده بلدك محتاجاه واقتصادك كمان محتاجه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان فيها كنوز بفلوس، ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جايه.